انا وجهه نظري بقى تفهم، يعني لو اذنت لي سيادتك ان انا بسال حضرتك بتقول لي موقفك الان، فانا بسال حضرتك طيب لو جماهير الشعب طلبتك وامرتك انك تنزل هيكون ردك ايه؟ فانا وجهه نظري متواضعه لكل حادث حديث، واخد بال حضرتك، ما تقفلش، لان برضو قفل الكلام انا ما اضمنش الاوضاع، يعني ما اضمنش ايه اللي قدام، وبعدين لما اقفل في حاجتين، ان انا هيتقال ما هو رجع في كلامه، وده مش هيأدي بحاجات لقدام مع المسؤوليه ان حضرتك تبقى دي تتاخد. في نفس الوقت ما انا بتكلم بصراحه، انا مش عايز حد يقعد يلعب في الساحه، مش متصور. خلي بالك بقى، اتفضل. كل اللي بيلعب في الساحه ده لمجرد فقط ان انا لسه ما قلتش. انا عارف، ما يعني دي بيننا وبين بعض، بيننا وبين بعض، انا عارف، متاكد بيننا وبين بعض. انا متاكد. جه الاستاذ حمدين صباحي هنا عندي وكلمني عن باسل كامل، انا ما قلتوش انا مش هنزل بالمناسبه، انا ما علقتش، فقال لي لو انت مش هتخش انا هخش، ولو انت هتخش انا هنتخب، ما علقتش. راح طلع تاني يوم قال ايه؟ ان السيسي اكد لي انه ايه؟ انه لا يرغب. عايز اقول لك هو اللي قال تاني يوم واستمر يعني عليها. ما هو بس هو اخر كلام مع حمدين، انا مكلمه حتى في حاجه، في ناس من اقرب لي مني يعني بكتير قالوا حمدين اللي المفروض ينزل كذا، وهو قال حاجه، قال انا كلمني حتى كمان غير حمدين، يعني حمدين بيتكلم اللي هو مراد كان بيكلمني، كنا قاعدين في مكان من حوالي شهر ونص وكلمني بعديها، فكان بيقول لي حد من اللي قاعدين قال لي ياسر لو مراد بيفكر انه كذا ايه رايك؟ قلت له بتكلم بصراحه، قلت له